ايه الافاده من ان انا ادرس لغه المانيه غير السفر؟ طيب هحكي لك بقى ايه اللي انت تقدر تستفاده من ان انت تستفاد باللغه الالمانيه كدارس للغه الالمانيه، وكواحد معاه مستوى متقدم في اللغه الالمانيه بيتكلم مستوى مثلا بي 2 بيتس فاي. اول حاجه بتفتح لك مجالات شغل كتير كتير جدا في سوق العمل، زي وليكن على سبيل المثال الكول سنتر. تقدر ان انت تشتغل كول سنتر، تقدر ان انت تشتغل على اكونت حجز طيران، حجز تذاكر طيران. تقدر ان انت تشتغل او تمام في امازون. تقدر ان انت تشتغل في اماكن كتير جدا بالالماني. تقدر ان انت غير طبعا موضوع الكول سنتر في موضوع فودافون وكونسنتريكس والشركات اللي فاتحه عندنا في مصر. طبعا مجال العمل مفتوح على المستوى الدولي، وخش على لينكد ان وبص وشوف الطلبات قد ايه على الالماني، وسوق العمل في الالماني متاح ازاي ومفتوح بطريقه رهيبه، وفي عجز شديد لان مش كل الناس بتتكلم الماني، وفئه قليله قوي اللي بتتكلم الماني وبتتكلم الماني كويس. ومش كل الناس بتكمل لحد ما توصل للبيتس فاي. يعني هو ممكن كل الناس بتدرس الماني، ولكن بعد اينز بس يمشي في اينز شويه وخلاص يقول لك انا مش مكمل الماني، خلاص مش جاي معايا سكه. فانت سوق العمل مفتوح للشغل غير السفر طبعا. ده طبعا انت يعني في جانب غير السفر، لو حطيت سفر في دماغك هتلاقي في مدن كتير جدا بتتكلم الماني ودول كتير جدا بتتكلم الماني في اوروبا، هتبقى محتاجاك ان انت تروح تشتغل عندها، تعمل معادله، تعمل تدريب مهني عندها، بس هتوصل ان شاء الله بالالماني سواء عايز تسافر او تقعد في بلدك. ليك مجالات كتير جدا وحاجات مفتوحه جدا تقدر ان انت تستفاد بيها ان شاء الله باللغه الالمانيه. بالتوفيق باذن الله. ولو وصلت لحد النقطه دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.